عقلك بيصدق اي حاجه بتقوليها له. الثقه اللي انت مش قادره تكتسبيها، حاسه ثقتك نفسك مهزوزه، ده هيعززها ويقويها، لانك هتفهمي نفسك اصلا، تعرفي انت مين من غير اي حاجه اضافيه تحط لك من بره، ولا حد يعزز ثقتك بنفسك ولا يديكي شعور بالثقه او تكتسبيه من حد. لا، هيطلع من جواكي، انت اللي هتكتسبي الثقه دي منك انت. مش بس كده، بيخليكي تفهمي سبب الافكار اللي تيجي في دماغك فجاه، سبب التفكير المفرط اللي انت مش قادره تبطليه، حاسه ان انت دماغك اصلا سايبه منك، شارده في ملكوت الله، مش قادره تمسكيها ولا قادره تحجميها. ده هيخليكي تعرفي تتحكمي فيها كويس، تعرفي تفكري في ايه وما تفكريش في ايه. الحاجة اللي انت عاوزة تفكري فيها هتفكري فيها، الحاجة اللي انت عاوزة توقفيها وتبعدي عنها هتقدري. في الفيديو ده هقولك على 5 كتب هيغيروا حياتي. بس استني الأول، هو الكتب بتغير الحياة؟ الكتب فعلا بتغير الحياة؟ سألتي نفسك السؤال ده قبل كده؟ دايما تسمعي فيديوهات من السياق ده، كتب هتغير مجرى حياتك. هي الكتب بتغير الحياة ولا فهمك للكتب هو اللي قادر ان هو يغير حياتك؟ طب ما ممكن في ناس كتير منكم قرأت كتب كتير، وممكن قرأت الكتب اللي انا هقول لكم عليها دلوقتي، ولكن ما حصلش اي تغيير. الفكرة في انتي قريتي استفدتي ايه، دخلتي جواكي ايه. في حاجة في كتاب منهم هيفهمك اصلا ايه المغزى من قراية الكتب، وايه احنا نقدر نغير الحياة ازاي. اول كتاب وبرشحه بجدارة، ويعتبر هو السحر اللي هيدخل حياتك حرفيا، لانك هيخليكي تقدري تمسكي زمام امورك بايدك، تتحكمي في عقلك بايدك. اتحكم في عقلي؟ تتحكمي في عقلك، تتحكمي في الافكار اللي هتزرعيها جوه عقلك، بعد كده هتبدأ تترجم لواقع حواليك، وهو كتاب العقل اللاواعي. ده الكتاب ده حرفيا سحر. الكتاب ده هو اللي هيخليكي تعرفي نفسك من أول وجديد، تبني نفسك من جديد، بس تبنيها بالأفكار والمعتقدات اللي انت عاوزة تكوني عليها. يعني أول حاجة الكتاب ده بيفهمك، هديكي شرح مفسر سريع لكل كتاب عشان أصلا تفهمي كل كتاب بيقولك إيه، ولو عاوزة تتعمقي أكتر وتقري أكتر وتفهمي أكتر هاتيه وقري، ولكن هفهمك كل كتاب بيقول إيه عشان تختاري إذا كنتي حابة تستفادي أو لا. أول حاجة، يعني إيه عقل لاواعي ويعني إيه عقل واعي؟ إحنا عندنا عقلين 2، العقل الباطن والعقل الواعي. أول حاجة العقل الباطن ده هو القوة المتحكمة في جسمك، القوة الكامنة في جسمك. العقل ده قوته تشمل 95% من قوة جسمك، يعني يعتبر العقل الواعي ملوش إلا 5% بس. هو إيه أصلا اللاواعي والواعي؟ الواعي هو اللي إحنا بنفكر بيه في حياتنا اليومية، يعني ده اللي متحكم. إحنا بنقول مثلا هنعمل كذا، بنفكر في كذا، إحنا أخذنا القرار في الموضوع الفلاني، هنتصرف بشكل كذا، اندفاعاتنا بنعمل هو ده اللي ماشي في حياتنا بشكل يومي. نيجي بقى للباشا الكبير اللي هو اللاواعي. اللاواعي ده هو القوة اللي متحكمة، اللي بتدير كل حاجة. سألت نفسك قبل كده، أنا بكون نايمة واكلة، إيه اللي مسؤول عن الهضم؟ إيه اللي مسؤول عن نبضات قلبي، إن هو يحرك قلبي طول ما أنا نايمة؟ أنا نايمة، لا حول ولا قوة ليا، نايمة، مفيش حاجة. إيه اللي بيخلي كل ده شغال والوظائف الحيوية شغالة؟ الباشا الكبير اللاواعي هو اللي متحكم في كل حاجة. ما سألتيش نفسك سؤال إن أنا مثلا بكون نايمة في يوم بشوف حلم أصبح لقيت حقق، أو بشوف حاجة فجأة ألاقيها اترجمت لواقع حواليا، أو أصلا بقول مثلا أنا بستخير ربنا في الحاجة الفلانية، في المشروع الفلاني، أو في الخطوبة الفلانية، أو في مشروع الجواز الفلاني، بصلي استخارة وأنام بشوف حلم، أو أشوف حاسة قبول أو أي حاجة أو أي إشارة تقول لي أدخل في الموضوع أو لا. مين اللي بيديكي الإشارة؟ مين اللي بيديكي أصلا الحلم، أو إيه اللي بيخليكي تحلمي؟ العقل اللاواعي متصل بالحاجة اللي هي يعني من عند الله، الصلة اللي بينك وبين ربنا، اللي ربنا سبحانه وتعالى لما بيعوز يبعتلك رسالة أو يبعتلك أي حاجة يبعتلك من خلالها، هو اللاواعي. بتشوفيها في منامك. طبعا الأحلام مش كلها بتترجم لحاجات كويسة أو بتترجم لرؤى، ولكن اللي هي مختصة بالرؤى واللي هي
مبعوثة من عند ربنا سبحانه وتعالى. الحاجة اللي بتكون ربنا بيديها لك بيقول لك دي خير أو شر. هو ده العقل اللاواعي. العقل اللاواعي لو أنا هترجمها لك بشكل مبسط، يمكن عشان بس مش هكون ملمة بالموضوع كله، خليكي كده تعالي نترجمها: الواعي واللاواعي والأفكار. الأفكار اللي هي معتقداتك ومبادئك وقيمك وكل حاجة. طيب العقل اللاواعي القوة هو الأرض الخصبة. الواعي هو الفلاح، الراجل اللي بيزرع. الأفكار والمعتقدات والمبادئ بتاعتك هي البذور. طيب تعالي بقى الفلاح اللي هو العقل الواعي اللي احنا بنفكر بيه، هياخد البذور الأفكار والقيم والمبادئ بتاعتك وهيحطها في الأرض اللي هي في العقل اللاواعي. مبادئك وقيمك كانك صح، هينتج لك كل الأمور الصح، هيحولها لواقع حواليك وقوة تأثر على شخصيتك وتطبع شخصيتك وتبدأي تنمي وتظهري بالأفكار اللي في دماغك. يعني حطيتي خير هيطلع خير، زرعتي شر هيطلع شر. انت المتحكمة في أفكارك. البوابة هنا والفيصل هنا هو عقلك الفلاح اللي بيقيم البذور اللي هيزرعها إذا كانت فاسدة أو صالحة. العقل الواعي هو اللي هيقيم الأفكار والمعتقدات والمبادئ اللي هيحطها وهيدخلها لنفسه والقوة اللي جواه إذا كانت صالحة أو فاسدة. هنا الفكرة، انت قدرتي تقيمي أفكارك ومبادئك وكل حاجة عاوزة تكوني عليها هتكون، لأن انت زرعتيها في القوة دي هي المصنع اللي هيبدأ ياخد المادة الخام وينتجها. بس المادة الخام هي البذور والأفكار. المادة بتاعتك بايظة هيطلع لك إنتاج مش تمام، لأن أصلا الأساس بتاعك بايظ. الفكرة بقى الكتاب ده هيفهمك وهيحكي لك قصص كتيرة جدا عن وأمثال عن ناس استخدمت القوة دي إن هي تغير حياتها بشكل جبار. تأثير على الصحة البدنية، تأثير على العقل، تأثير على الحياة عموما، تأثير على النجاح، تأثير أصلا على المشاريع، على كل حاجة انت تقدري تدخليها جوه عقلك تبقى واقع حواليكي. ومش بس كده، ده أصلا يخليكي تعرفي نفسك، تفهمي نفسك من جوه. هتتفاجئي حرفيا بالقوة اللي كانت جواكي، مش انت هتتفاجئي بحد جديد خالص. الثقة اللي انت مش قادرة تكتسبيها، حاسة ثقتك نفسك مهزوزة، ده هيعززها ويقويها، لانك هتفهمي نفسك اصلا، تعرفي انت مين من غير اي حاجة اضافية تحط لك من بره، ولا حد يعزز ثقتك بنفسك ولا يديك شعور بالثقة او تكتسبيه من حد. لا، هيطلع من جواكي، انت اللي هتكتسبي الثقة دي منك انت. بالاضافة للعلاقة العاطفية اللي حرفيا سحبة كل طاقتك النفسية، محياها، خليكي تفهمي انت ايه والعلاقة دي ايه، خليكي تسحبي نفسك. مش بس كده، بيخليكي تفهمي سبب الأفكار اللي بتيجي في دماغك فجأة، سبب التفكير المفرط اللي انت مش قادرة تبطليه، حاسة ان انت دماغك اصلا سايبة منك، شاردة في ملكوت الله، مش قادرة تمسكيها ولا قادرة تحجميها. ده هيخليكي تعرفي تتحكمي فيها كويس، تعرفي تفكري في ايه وما تفكريش في ايه. الحاجة اللي انت عاوزة تفكري فيها هتفكري فيها، الحاجة اللي انت عاوزة توقفيها وتبعدي عنها هتقدري، بشوية حاجات وتركات وتمارين الكتاب ده بيعلمها لك تعرفي تدخلي جواه. مش بس كده، تحولي عقلك من العقل السلبي للعقل الإيجابي، العقل الضعيف الواعي، الضعيف اللي انت مش حاسة ان هو ناجح في اي حاجة، حاسة ان كل حاجة ملخبطة. الكتاب هيعرفك شوية تمارين تتواصلي الاول مع اللاواعي عندك، بعد كده تبدأي تخرجي القوة دي وتحسي بنفسك، تفهمي القيم والمبادئ والافكار اللي هتبدأي تدخليها للاواعي، بعد كده هتبدأ تترجم على حياتك. حتى تأثيره على الصحة النفسية وإزاي بيأثر على صحتك النفسية وصحتك الجسدية. ما سألتيش نفسك هو انت بتقولي أنا تعبانة، فجأة تحسي إن جسمك بدأ يتعب فعلا وتحسي بالتعب اللي ما كانش موجود أصلا، فجأة بدأتي تتعبي. عقلك بيصدق أي حاجة بتقوليها، ومعتبر ده المغزى أصلا الكتاب كله. عقلك بيصدق أي حاجة بتقوليها، لو قلتي له أنا فاشلة هيصدق، أنا ناجحة هيصدق، أنا تعبانة هيصدق، وهيبدأ يترجم، هيبدأ يظهر لك الأمور اللي توضح كده أو اللي تظهر ده.
انا تعبانه هيصدق، انا كويسه ومفيش اي حاجه هيصدق. قبل ما اقرا الكتاب ده كان جوايا سؤال دايما حرفيا مش لاقيه له اجابه، هو انا صحيا صحتي الجسديه تعبانه يعني، كصحيا ضعيفه، وكان حصل لي حاجه في حياتي كده الحمد لله عليها، بس كانت يعتبر بتخليكي حياتك تقتصر على امور معينه وعلى مجهود معين، بس كان جوايا طاقه روحيه الحمد لله عليها، الحمد لله رهيبه، طاقه زي ما بيقولوا كده تهد جبل، طاقة وحيوية عايزة تطلعي للدنيا كلها، عايزة تبدأي تعملي كل حاجة، شغف لكل حاجة في حياتك. ولكن المجهود البدني اللي هيساعدك على ده يعتبر فيل ونملة. فكنت بسأل طب ليه السبب؟ ليه السبب؟ وأصلا يعني أنا لو عاوزة أعمل الحاجة اللي أنا بحبها أو عاوزة أعمل الحاجة اللي أنا بسعى ليها دايما، بنسى الوجع نهائيا، حتى لو كان الوجع صعب، حتى لو كان الوجع ممكن يقعدني بعد كده، بنسى الوجع. فجأة بعد ما كل حاجة بتخلص بلاقي الوجع يرجع. طب إيه السبب؟ إيه السبب؟ إن أنا لما أقول لنفسي أنا كويسة وهمشي بمشي، أنا أنا مش ماليش مود لأن أنا مش عايزة أعمل الحاجة الفلانية، ماليش مزاج، فبقول أنا تعبانة، بحس تعب فعلا وبدني قاعدة مقدرش أقوم وبتعب. السر هنا مش في جسمك نفسه، هنا يقدر يلغي وهنا يقدر يفعل. فعاوزة تتعمقي أكتر اقري، صدقيني هيغير حياتك.